تخيل معايا بعد عمر طويل تتوفى وتيجي يوم الحساب تتحاسب تلاقي نص صلاتك مش مقبولة. حاجة تفجع مش كده؟ الرسالة دي لكل شخص بيصلي في البيت من غير عذر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الشريف: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يعني لو انت سمعت الأذان وما رحتش تصلي في المسجد فصلاتك غير مقبولة إلا ويكون عندك عذر. فمجرد انك هترحل من الدنيا دي وتكتشف في النهاية ان نص صلاتك غير مقبولة، وده بسبب انك انت كنت بتصلي في البيت وعندك القدرة انك تروح تنزل وتصلي في المسجد. بجد حاجة تسبب الرعب. الحقيقة أنا كنت من الناس اللي كنت بسمع الأذان وبكسل أنزل أصلي في المسجد، وكنت بصلي في البيت وبقول لنفسي ربنا غفور رحيم. لكن من بعد ما اتصدمت في الحديث ده والتفسير ده وقررت إن ما ضحيش بنفسي وبآخرتي وربنا يقويني على كده، لأن حقيقي ما فيهاش هزار. فحبيت أشارككم الفيديو ده لعل وعسى